السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الرئيس إسياس أفورقي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأقاليم نصف السنوية. اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي نظم تدريبا لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومرتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس إسياس أفورقي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قام بزيارة عمل قصيرة إلى أسمرة اليوم 17 من يوليو. وركز اللقاء على العلاقات الثنائية وتطور الحرب في السودان والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد اختتم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان زيارته إلى إريتريا وعاد إلى بلاده في الساعة 3 عصرا. استعرضت وزارة الزراعة في 16 من يوليو خطط العمل التي نفذت في الأقاليم والتقدم المحرز على المدى المتوسط في مجال الزراعة الصغيرة والمربحة خلال النصف الأول من العام 2026. وناقش الاجتماع وقدمت فيه تقارير حول موضوعات شملت الحفاظ على التربة والمياه وأنشطة خزانات المياه والحواجز المائية وظروف أمطار الربيع وموسم الخريف وإكسار البذور المختارة وإنتاج الأسمدة الطبيعية وتنمية محاصيل الخضروات والفواكه وصحة المحاصيل والثروة الحيوانية وتنمية سبل العيش وتربية النحل وتوزيع الكتاكيت وتوفير البيض. كما تم استعراض الزراعة المسقرة والمربحة والمسائل ذات الصلة ووفقا للمسح الذي جرى حتى نهاية شهر يونيو. ومن بين العديد القرى التي يمكن فيها تطبيق برنامج الزراعة المسقرة والمربحة والبالغة 2003 تبين أن 1672 قرية طبقت أسرة واحدة على الأقل البرنامج على أكمل وجه، فيما طبقته الكثير من الأسر وذلك وفقا للتقرير. وعقب مناقشة التقارير قدم المشاركون توصيات وملاحظات بشأن توزيع ومساهمة البذور المختارة ووضع وتوزيع الكتاكيت وتأثيره وتوزيع المبيدات الطبيعية واستخدامها العملي، مع التأكيد على ضرورة متابعة هذه الأمور عن كسب. في كلمته الختامية صرح وزير الزراعة السيد الرفاين بريه بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع زراعة مسقرة والمربحة باعتبار ذلك استراتيجية رائدة لتطبيق خارطة الطريق الخاصة بها الرامية إلى توفير غذاء آمن ومغذي للجميع وفي كل مكان. وفي حين أن التقدم المحرز حتى الآن مشجع، فقد ذكر جميع الخبراء الزراعيين بضرورة استخدام الأسر التي شملها تنفيذ بالفعل كنماذج لمدارس المزارعين والعمل بتفان أكبر. وأضاف الوزير الرفاين أن الحفاظ على تربة المياه هو أساس جميع الأشكال التنمية الزراعية، مشددا على ضرورة التخطيط للدقيق والمتابعة الدقيقة في هذا الصدد. نظم اتحاد المرأة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي دورة تدريبية ل 45 طالبة بالكليات في أسمرة في 16 و17 من يوليو. وتناول التدريب موضوعات مثل التاريخ ونشأة المنظمات النسائية والبيانات العالمية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمساواة ومعرفة الذات وأهميتها وقضايا المرأة والصحة. وفي كلمة ألقتها مسؤولة فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي في المكتب المركزي للاتحاد السيد أبراش أبتاي قالت بأن المشاركات يمثلن جميع الكليات، مضيفة أنه من المتوقع منهن الاستفادة من هذه الفرص التعليمية والتأثير بشكل إيجابي في أقرانهن. من جانبهن حثت المتدربات نشر القضايا المطروحة على الجميع نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام حثت السيدة تخاطس فاميكيل رئيسة اتحاد المرأة الإريترية المشاركات في تعزيز مساهمتهن من خلال الاطلاع بأدوار قيادية وتقديم نماذج يحتذى بها في شتى المجالات وربط الفرص بالواقع العملي في أنشطتهن.
تم تخريج 12 عضو شرطة الوقت تدريبا على التحقيق الجنائي لمدة شهرين في مركز تدريب الشرطة وقوات الأمن في الدكم حري في 16 من يوليو. وصرح الرائد عن دم محاري مسؤول فرع التعليم الشرطي في المركز بأن التدريب النظري والتطبيقي شمل مجالات التحقيق الجنائي الأساسي والتحقيق الشفهي والتحقيق الجنائي الفني ومفاهيم الجرائم المحددة وإعداد ملفات التحقيق وأخذ البصمات وتخطيط مسرح الجريمة والقانون وعلم النفس والمراقبة والمخدرات والجرائم المنظمة والجرائم المالية والجرائم ذات الصلة. وذكر المقدم هايلي برهيم مسؤول الفرع الإدارة والمالية في الشرطة الإريترية المتدربين بضرورة أن يكونوا قدوة يحتذى بهم، وذلك من خلال إدراكهم أن العمل الذي يؤدونه يتطلب الحذر ومعرفة متعمقة. وأخيرا وزعت الشهادات على المتدربين. حث الدكتور كسة برهان سلمون الطبيب العام في مستشفى كرن أفراد المجتمع على معرفة حالتهم الصحية مبكرا وقبل الإصابة بالمرض، وذلك بهدف الوقاية من السكري ومضاعفاته. وحث المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي على إدراك أنه عندما تتراوح مستويات السكر في الدم بين 110 إلى 125 تسمى هذه المرحلة مرحلة ما قبل السكري، وأنه يوصف حالة صحية تسبق الإصابة بمرض السكري، ولأنها تمثل تشخيصا لحالات قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري ومضاعفات أخرى. وقال الدكتور كسة برهان أنه في حالة الإصابة بمرض السكري لا يمكن للمرء العودة إلى حالته الصحية الكاملة السابقة، مضيفا أن الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بمرحلة ما قبل السكري لديهم فرصة التعافي وتجنب تطور المرض، وذلك من خلال العلاج المبكر وممارسة التمارين الرياضية وبانتظام واتباع نظام غذائي سليم. وأشار إلى أنه عندما يأتي الأشخاص إلى العيادة لإجراء الفحوصات ينبغي لا يقتصر الأمر على فحصهم للكشف عن مرض السكري فحسب، بل يجب فحص أيضا للكشف عن مرض ما قبل السكري. وأشار إلى أنه إلى جانب الجهود المبذولة لتحقيق التغطية الصحية في جميع أنحاء البلاد يجرى توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض غير المعدية بصفة عامة ومرض السكري بصفة خاصة على المرضى مجانا. ولمساعدة هذا الدعم الحكومي الشامل حث المجتمع على تجنب الأشياء التي تؤدي إلى الإدمان واتباع نظام غذائي سليم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وقرهو بمحافظة همرزكان. وفي المقابل استهدف طهران كل من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف بسوريا. وأفاد الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة الدوحة. بدورها أكدت وزارة الدفاع القطرية في بيان تصدي القوات المسلحة لهجمات صاروخية استهدفت دولة قطر، مؤكدة استمرارها في التصدي لعدد من الهجمات الجوية. كما قال الجيش الإيراني أنه استهدف البحرين بهجمات طائرات مسيرة، كما استهدف بمسيرات أرشا الانتحارية ما قال أنها مواقع تمركز القوات ومراكز الدعم اللوجستية التابعة للجيش الأمريكي في الكويت، وذلك ردا على ضربات أمريكية استهدفت جسر وبنى تحتية في مناطق عدة جنوب إيران. في إطار زيارة عمل التي يقوم بها رئيس جمهورية كازاخستان إلى مدينة شنغهاي، تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية تجارية بين مؤسسات كازاخستانية وصينية بإجمالي قيمة تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية. وتشمل الاتفاقيات مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنية والبنى التحتية للنقل والصناعات الهندسية والقطاع المالي وغيرها من القطاعات التكنولوجية المتقدمة. كما وقع جانبان اتفاقيات استثمار لإنشاء المرحلة الأولى من المحطة متعددة الأغراض في ميناء كوركيك، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والخدمات اللوجستية وتوطين الصناعات.
استقبل المستشار الألماني فارتيس مارتيز الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في ألمانيا، حيث ستعقد المشاورة الحكومية الفرنسية الألمانية. ويسعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ضخ زخم جديد في التعاون مع ألمانيا والعمل مع برلين جنبا إلى جنب في القضايا الدولية الرئيسية. وفي مستهل الاجتماع الحكومي الألماني الفرنسي في منطقة الراين غربي ألمانيا، قال ماكرون أن التعاون بين البلدين يجب أن يشهد مزيد من التوسع، وأن الانطلاقة الاستراتيجية لأوروبا ينبغي تسريعها. وأوضح الرئيس الفرنسي أن البلدين يعتزمان العمل من أجل السلام والأمن في أوروبا ومواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع والصناعة المشتركة والتعاون في قضايا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة. وأضاف أنه سعيد بحلوله مع الحكومة الفرنسية ضيفا على ألمانيا في هذه المرحلة التي تتسم بانطلاقة استراتيجية لأوروبا، والتي تمثل أيضا ترسيخا للتعاون الألماني الفرنسي. عناوين النشرة مرة أخرى: الرئيس السياسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وزارة الزراعة تقيم مهام الأقاليم نصف السنوية. اتحاد المرأة فرع والساوة ومؤسسة التعليم العالي ينظم تدريب لطالبات الكليات. أمريكا تدمر جسورا إيرانية، وطهران تستهدف سوريا والأردن والدول الخليجية. كازاخستان والصين توقعان اتفاقيات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي. ماكرون ومارتيز يبحثان في ألمانيا تعزيز التعاون والدفاع النووي المشترك. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.